ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم بإذن الله قضايا إريتريا. سنتناول في هذه الحلقة تحت عنوان جامع المجتمع الإريتري وقضايا الأمة. وأول قضية نتحدث عنها في المجتمع الإريتري هي قضية الهوية الإريترية. الهوية الإريترية، الشعب الإريتري كغيره من المجتمعات لديه عادات، لديه تقاليد، لديه أديان، لديه رغبات، لديه متميزون، لديه ما شاء الله عقلاء، لديه علماء، لديه أطباء، لديه مهندسين. ولكن ساحته وتواجده أو تواجده في الساحة العامة هو الذي اليوم سنتحدث عنه. أولا من حيث هو اعتزازه بهويته الإريترية، وخصوصا في هذا الجيل الموجود حاليا والأجيال القادمة. نجد مثلا في بعض البلدان إذا سئل الشاب الإريتري من أين أنت يتحرج أن يقول إريتري غالبا، أو يتحرج أن ينسب إلى الحبشة حبشي، علما أن إريتريا جزء لا يتجزأ من الحبشة. وربما أيضا إذا قال أنه إريتري يجد في نفسه شيء من يعني لا أقول المذلة أو المهانة، وإنما شيء من الحياء، لأن إريتريا حتى الآن لا تزال يعني غريبة في المجتمع. كثير من المجتمعات لا يعرفونها، بينما التاريخ نص على الحبشة، إمبراطورية الحبشة، فإذا قلت أنك حبشي قالوا ها الحبشة بلال رضي الله عنه وأرضاه، هكذا. فنحن اليوم إريتريا تعتبر أمانة في رقاب المسلمين وفي رقاب أيضا غير المسلمين. هذه الأرض التي وهبها الله عز وجل بخيراتها وكنوزها للشعب الإريتري مسؤولون عنها يوم القيامة. ولذلك شرع الشارع الحكيم أن يقاتل الإنسان ويدافع عن ماله وعن عرضه. حول هذه الأمور كذلك دور هذا الشعب في نفسه كما قلنا، ودوره في غيره من المجتمعات الإسلامية ومن المجتمعات أيضا الإنسانية. فهو شعب حاضر حي مطلوب منه أن يكون له دور في قضايا الأمة، كقضية القدس وفلسطين والأيغور والأراكان والصومال والسودان ودارفور، وكذلك كل القضايا الإنسانية وغير الإنسانية التي تندرج تحت الأديان. هل للشعب الإريتري دور فيها؟ هذا ما سوف نناقشه مع شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الدكتور حسن سلمان. فأهلا وسهلا بشيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله شيخنا. الحديث العنوان دسم جدا، وهو أيضا في قلب قضايا الشعب الإريتري. الهوية الإريترية ماذا نعني بها وأين هي الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو حقيقة سؤال الهوية لعله من أصعب الأسئلة في واقعنا المعاصر، وخاصة في ظل التشكلات التي برزت أخيرا فيما يسمى بالدولة القطرية، التي ربما لم يستشعر كثير ممن هم تحت هذه الدول في الانتماء إليها والانتساب أو كذا، ولكن وجدوا أنفسهم بحكم المحتل الذي فرض واقعا معينا وسمى بقعة جغرافية معينة بأن هذه مستعمرة له، ثم لما خرج ظل هذا الشعب بجغرافيته. جميل. فالهوية بشكل كبير الآن تكاد تكون أقرب إلى التعريف الجغرافي، بأن من يقع داخل الجغرافيا الإريترية والخريطة الإريترية المعروفة الآن بحدودها المعترف بها الآن سياسيا بأنها عضو في الأمم المتحدة، يعتبر كل من قطن هذه المنطقة إريتري. جميل. لكن لما تتعمق في سؤال الهوية الذي هو تعبير عن الذات الجمعية لهذا الشعب، لا بد أن تنظر في أديانه، وأن تنظر في ثقافته، وأن تنظر في قومياته، وأن تنظر في الإثنيات التي ينتسب إليها، وأن تنظر كذلك في الأبعاد التاريخية لهذا الشعب، هل له تاريخ مشترك بشكل أو آخر، وتنظر كذلك في نضالاته التي أيضا تشكل ذاكرة جمعية، ما يسمونه بالذاكرة التاريخية للمجتمعات. نعم. وتنظر كذلك فيما يسمى بالمهددات المجتمعية، يعني أيضا ده يدخل في نهاية المطاف يشكل جزء من شعور المجتمع بأنه هو شيء واحد. إذا بهذا الاعتبار ستلاحظ بأن المجتمع الإريتري فيه تنوع في الإطار الديني كما تفضلت في مقدمتك، فهنالك مثلا الكتلتان الأكبران في المجتمع الإريتري هو الكتلة الإسلامية والكتلة المسيحية باعتبار الكتل الأكبر في داخل المجتمع، ثم هنالك أقلية أيضا من الأديان الأفريقية إن صح التعبير، أو ما يسمى بالديانات الروحية في المجتمعات. هذه ليست كثيرة لكنها أيضا موجودة في المجتمع. إذا نظرت أيضا إلى الحالة الإثنية والأعراق داخل هذا المجتمع، فالمجتمع الإريتري لا يكاد يكون فيه أعراق كثيرة بالمعنى العرقي للكلمة، فتجد أن والله العرق السامي والعرق الحامي إن صح التعبير فهم الأعراق الأكبر في هذا المجتمع. ولذلك لا يكاد يكون في المجتمع الإريتري مثلا تباينات عرقية كبيرة وتفاوت عرقي كبير بحيث والله تشكل اختلافات عرقية. أيضا هنالك إذا نظرت إلى المكونات القبلية ستلاحظ في تعدد كبير جدا في داخل هذا المجتمع قبليا، فهنالك مجموعات كبيرة من المكونات القبلية. إذا نظرت إليها بالإطار الجغرافي ستجد إريتريا نفسها تقسم ما بين المرتفعات الإريترية وما بين المنخفضات الإريترية وهكذا. فالمجتمع بهذا الاعتبار على كل نختصر نقدر نقول إنه هذا المجتمع مجتمع متعدد في حالته الدينية، متعدد في حالته العرقية والقبلية، لكن يجمعه إلى حد كبير خلال 100 سنة الماضية على الأقل تجمعه ذاكرة جمعية، وهو أنه خضع لاحتلال إيطالي وخضع لاحتلال بريطاني وخاض حرب تحرير مع بعضه البعض في مواجهة الاحتلال الأثيوبي، وتكاد تكون ما يسمى أو ما يمكن أن نطلق عليه بالثورة الإريترية تشكل ذاكرة جمعية عموما لكل الشعب الإريتري. يعني الشعب الإريتري ربما تكون هنالك تباينات على كل في التعاطي مع الحالة الإيطالية والبريطانية، ولكن في الحالة الإثيوبية بنسبة كبيرة جدا يكاد في ثلثي مرحلة التحرير يكاد الذاكرة الجمعية للشعب الإريتري هي ذاكرة مواجهة للمحتل الأثيوبي، بغض النظر عن منصات المواجهة فيات تنظيم الإنسان، هل هو جزء من جبهة التحرير الإريترية أو جزء من الجبهة الشعبية، لكن بشكل عام هي ذاكرة ثورة. إذن الشعب الإريتري يشعر بأن هنالك عدو كان يتربص به ويجثم على صدره وهو الاحتلال الأثيوبي. بعد التحرير أيضا هنالك محطات تشكل لهذا الشعب في تقدير ذاكرة جمعية، وتشكل له كذلك ما يسمى بالمصير المشترك إن صح التعبير، وهو مثلا حرب 98-2000، هذه الحرب التي كانت أشبه ما تكون بحالة فك الارتباط بين العلاقة بين الجبهتين، الجبهة الشعبية لتيغراي والجبهة الشعبية الإريترية. هذا الارتباط الذي ظل لفترة من الزمن انفك وحصلت الحرب. هذه الحرب خاضها الشعب الإريتري أيضا بشكل مشترك. فباختصار هنالك ما يمكن أن نسميه بالذاكرة الجمعية لهذا الشعب. ولكن إذا نظرنا للجزئية التي حقيقة حاولت أن تفتتح بها حديثك، وهو ضعف الانتماء إن صح التعبير، ضعف الانتماء بالضبط لهذه الهوية. يعني لماذا يظل هنالك مشكلة هوية
عند الشخص الإريتري. يقولون عموما يعني من يتكلمون عن الهوية ودراسات الهوية بشكل عام يقولون الهوية هي حالة متبادلة، يعني ليست حالة عطاء ومنح من طرف واحد، يعني إنه والله المواطن يعطي كل شيء والدولة لا تعطيه شيء. يعني كلما كان المواطن يعطي يدافع ويبذل ويجتهد ويصمد ويعمر ويبني ويدافع عن العدوان الخارجي، في مقابل ذلك ما هي الاستحقاقات التي حصل عليها؟ هنا يأتي سؤال كبير جدا وهو سؤال الدولة صح التعبير، وهو هل المواطن في مقابل ذلك استطاع مثلا أن يحصل على دستور، أن يحصل على حريات، أن يحصل على مشاركة سياسية، أن يحصل على عدالة داخل هذا المجتمع، أن يحصل على تنمية، أن يحصل على مساواة ما بين المواطنين، أم أن هذه المسألة صفرية إن صح التعبير، يعني أنا أعطي من طرف واحد وليس هنالك من مقابل. ولذلك هذا الجيل خصوصا الجيل الجديد، وهنا أركز على الجيل الذي نشأ في إريتريا، نشأ في إريتريا. لماذا هذا الجيل والله مع أنه نشأ في إريتريا وربما بعضهم خاض حرب تحرير، يظل عنده الآن في مشكلة كبيرة جدا في قضية الانتماء. هذا على كل واحدة من المشكلات التي لها علاقة عموما بطبيعة النظام السياسي ومدى جاذبية هذا النظام السياسي. فإذا كان والله في نظام جاذب، نظام جاذب في جنسيته، نظام جاذب في جوازه، نظام جاذب في حقوقه، نظام جاذب في إنك أنت والله تستطيع أن تأخذ أبنائك سنويا وتنزل به إلى الأرض الإريترية ليتعرف الأطفال والأبناء والشباب على الأقارب وعلى الأهل وعلى الديار وعلى كذا. هنا تتشكل بطبيعة الحال الأجيال يحاولوا أن يتوارثوا أيضا هذه القضايا. لا شك أن النظام يتحمل مسؤولية كبيرة حول هذا الموضوع، لكن أيضا دعني أعرج على ما عاشه الشعب الإريتري في الأربعينات أو خلينا نقول صح التعبير بعد الاستقلال في التسعينات وفي الثمانينات والتسعينات. هاجر كثير منهم إلى مناطق دول الخليج، فلا تكاد تجد بيتا من بيوت دول الخليج إلا وتجد إريتريا تخدم فيه. وأيضا تجد أن الإريتريين أنفسهم موظفي في يعني الوظائف المهنية الضعيفة، مما أدى هذا إلى أن المجتمع الإريتري مجتمع ضعيف، مجتمع مسكين، مجتمع فقير. فبالتالي الشاب الذي يولد في هذه الفترة أو المولود الذي يولد في هذه الفترة يولد ويجد جماعته في مستوى من الضعف. أضف إلى هذا أيضا الحالة التي كان يعيشها في دول الخليج من توجيه الآباء للأبناء، نتحدث باسم المولود، يجد أن احذر أن يعني تعمل أي خلاف مع ولد البلد، احذر أنك تقوم بأي مشكلة، إذا قمت بأي مشكلة تجاه سنرحل وسوف يصيبنا كذا وكذا. فيعيش الشاب والشابة أو يعيش المولود خلينا نقول أنه يكبر حتى يصبح شابا. نتخيله وقد عشنا هذه الفترة من الخوف والمذلة والحرب. فبالتالي أصبح لا يتشرف أن ينتسب إلى إريتريا أصلا، لأنها هي مصدر ذل ومصدر هوان ومصدر ضعف ومصدر كذا. بالإضافة أحيانا وأنت تجلس في مجالس مرموقة مع شخصيات مرموقة سعودية وكويتية وخليجية، يأتيك خليجي يقول لك يا أخي أنا أريد خادمة من جماعتكم، أنا أحتاج خادمة. يعني حقيقة هي ماذا تقول؟ الواقع موجود فعلا، الخادمات إريتريات، خادمات أثيوبيات. في المقابل لا تجد خادمة واحدة سودانية، ما في أبدا، ونادر أن تجد أيضا خادمة صومالية، لكن خادمة إريتريا موجود، ولا شك بسبب ذنوب العسل. لكن تعليقكم حول هذا، شوف الحالة الإريترية التي عاشها. كذلك إذا سافر إلى أوروبا أيضا، يعني مع الأسف الشعب الإريتري لمن رحم الله حماسه وجهده كان في المهن الضعيفة، إما يعمل في محطات البنزين، وإما يعمل في توزيع الجرائد، وإما يعمل في غسيل العجزة، وإما ليست هناك مهن ممكن يفخر بها الإنسان كطبيب ومهندس، وقليل الذين تعلموا ووصلوا. يعني لما تعمل إحصائية في كل بلد تقريبا
لا يتجاوزون إن بلغت 20 شخص. حدثنا عن هذا يا شيخ حسن. والله يا أخي، السؤال كبير جدا يعني، لأنه له أبعاد تاريخية وله أيضا أبعاد اجتماعية، ويقال أيضا أي ظاهرة لا بد أن تدرس في سياقها. فنحن أولا خلينا نقول في إطار الحالة التاريخية، نعتبر نحن من دول الهامش الإسلامي ولسنا من دول القلب الإسلامي. يعني مثلا لسنا القاهرة ولسنا اسطنبول ولسنا بغداد ولسنا دمشق، نحن عبارة عن دول الرباط. دائما هي دول تعاني إشكالات كبيرة جدا ما بين الانقهاض والانحطاط. الحبشة، أي نعم، الحبشة نفسها. يعني الحبشة ليست دول اسمه إمبراطورية الحبشة. أنا هنا أتكلم عن الحالة الإسلامية، الحالة الإسلامية في هذه المنطقة. لو رأيت الآن إلى الحالة المسيحية في هذه المنطقة راسخة. لماذا؟ لأنها القلب كانت هذه الدولة التي عبرت عن الحالة المسيحية، فظل التوارث والملك والسلطان والأبهة هذه كلها. الحالة الإسلامية في المنطقة ظلت حالة اقتطاع، هي أخذت من رصيد هذه الدولة وضمته إلى إيه؟ إلى دولة الحضارة الإسلامية بعمقها. ضمته إلى، وبالتالي لما نشأت إمارات أو نشأ السلطنات في هذه المنطقة، عرفت في التاريخ الإسلامي بأنها دول الطراز الإسلامي. لو درست بعمق هذه الدول سبحان الله كانت أحيانا تقوى إذا قويت الدولة المركزية وتضعف إذا اقتحمتهم الدولة الطرف الآخر. فالمسلم في إثيوبيا أو المسلم في منطقة الحبشة أو القرن الأفريقي بشكل عام عاش ما بين حالات الانتهاض اللي أحيانا يقترب فيها من المركز، وحالات الانحطاط التي تسطو عليه الدولة المجاورة المسيحية، التي تبسط عليها أحيانا لدرجة يستحي أن يعلن عن إسلامه، أو بالعكس يضطر أن يعلن كفره ويعلن الصليب. ودي ممكن حالة حقيقة مرت بها المنطقة. ثم أيضا الآن خلينا برضو نشوف 100 سنة، نحن ما بين 1899 إلى يعني وقت قريب جدا ظلت هذه المنطقة ما بين الاحتلال الإيطالي والاحتلال البريطاني. صحيح. في هذه الفترة سبحان الله المكون المسلم على وجه التحديد في إريتريا، هنا لا أوسع، في إريتريا كان الذي يشكل الطبقة الأعلى في المجتمع، إن صح التعبير، إن جاز لنا أن نعتبر فيه حالة من يعني حتى الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي، لم يكن المكون المسلم في حالة ضعف. كان وضعه إلى حد كبير وضع محترم جدا. وحتى إذا أردت أن تدرس نسبة الغنى والفقر في داخل هذا المجتمع، فستجد أنه والله كثير من المجتمع ما شاء الله غني بثرواته الزراعية وثرواته الحيوانية، يعني تجد في داخل منطقته ما عنده إشكال. يعني صحيح لما يخرج من إريتريا لأنه ما تعلم، وانت لما تخرج مع الخارجي ووزنك التعليم هو اللي بيقيمك، مش البقر اللي خليتها في اهلك او الاغنام اللي خليتها او في الابل. يعني تجد كثير من الناس يخرج من اريتريا وهو غني في بلده ولكن فقير اول ما يجتاز الحدود. ليش فقير؟ لانه يصطحب معه كل هذه الثروات وكل هذه الاموال. اذا اشكاليه التعليم ظلت اشكاليه حاضره في مشهدنا، وبالتالي طبيعي جدا انه لما يمشي. النقطه الثالثه حتى لا اطيل في الاجابه على هذا السؤال، وهي قضيه الخادمات. وحقيقة هذه طبعا تحتاج فعلا إلى دراسة معمقة. لماذا هذه الحالة على وجه التحديد؟ مع احترامنا حقيقة وتقديرنا لكل امرأة شريفة أرادت أن تتكسب بالكسب الحلال وألا تذهب في الوسائط المخالفة والمحرمة، لكن خلينا نقول لماذا فعلا المرأة الإريترية تحديدا اتجهت إلى الخدمة. أنت أمام شعب يا شيخ برهان أعلن ثورة، والرجال انطلقوا فيه إلى ثورتهم، وثورة فقيرة معتمدة على شعبها وعلى شيء بسيط جدا مما يأتيها من أصدقائها يوجه كله إلى ساحة القتال وساحة المعركة. فأنت أمام مجتمع نسبة كبيرة جدا من النساء ومن الفتيات، خصوصا من يتحرج من أنه والله الفتاة تذهب إلى ساحة القتال مباشرة، ماذا يفعل؟ يخرجها إلى ساحة أخرى. الساحة الأخرى أنه يقول والله هذه تساعده في شيء، في وضعه الحياتي. لماذا؟ أنت والله أمام حالة من أنه إما تشتغل المرأة مع أطفالها أو تشتغل واحدة من البنات مع الآخرين لتحاول تساهم في هذه. فيبقى إذن دراسة الظاهرة الاجتماعية لهذه الحالة نفسها ستلاحظ بأنه إيه؟ إنه كانت مرتبطة بحالة ثورة أدت إلى إنه كثير من قوى المجتمع تذهب إلى القتال، وبالتالي في مشكلة اجتماعية نشأت. هذه الظواهر على كل يمكن إن شاء الله طلاب الدراسات الاجتماعية أقدر على دراستها، لكن أنا أحاول أحارب أن أقترب من الظاهرة بقدر الإمكان. إذا نحن أمام مشكلات تاريخية
بشكل كبير جدا، لكن ممكن يأتي سؤال: هل والله تغير المشهد بعد التحرير؟ بالضبط، هذا الذي كنت والله أريد أن أسألك نعم فيه. هذا الوضع لم يتغير، نعم. للأسف الشديد لم يتغير، وبالتالي لازلنا نحن أمام مجتمع معسكر. يعني احنا بدون قطع لحديثك شيخنا عشنا فترة كما يقولون الطفرة نعم الطيبة في المملكة العربية السعودية من عهد الملك سعود إلى عهد الملك عبد الله. كانت هذه طفرة فيها خير كثير، وكثير من الإريتريات موظفات في قصور الأمراء، نعم، وكثير من الإريتريات موظفات في قصور رجال الأعمال والشيوخ الكبار، وكثير من الموظفين أيضا من آبائنا كانوا يعملون في شركات كبيرة. لكن الشعب الإريتري مع الأسف في هذه الفترة كشعب متوحد لم ينتج شيئا لأبنائه حسب معلوماتي. نحن الآن لا نجلد آباءنا، وإنما نحن نتكلم عن الواقع الذي مررنا به. هل أنشأوا جامعة مثلا؟ هل أنشأوا شركة استثمارية كبيرة تعين الشعب الإريتري بجميع يعني اختلاف توجهاته؟ يعني كما تفضلت في سؤالك أو في طرحك أنه هل تغير شيء؟ مع الأسف كانت هذه فرصة ثمينة الحقيقة أن تغير الوضع طبعا في المملكة وهاجر الناس من جديد مرة أخرى. كذلك أقول مثل هذا أيضا في أمريكا، في أوروبا، في كذا. ربما الإخوة الذين عاشوا في أمريكا ربما هم أفضل، أنهم كونوا حقيقة كيانات قوية وصار لهم اعتراف في المجالس الكونغرس وغيره، اعتراف ضمني حقيقة. يعني لما نجلس معهم نسمع هم أنتجوا جزاهم الله خير. بقية المناطق إلى الآن لم نرى شيئا. تعليقكم؟ نعم، على كل هذه يعني جزء منها يعود كما تفضلت. يعني لو جينا إلى الآباء تحديدا وأردنا أن نرصد حالة نسبة الأمية في هؤلاء الآباء الذين نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأحسنوا حقيقة إلينا، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، لكن هم كانوا عاديين جدا، بسطاء جدا، أميين بنسبة كبيرة جدا، يذهب الواحد منهم ليشتغل على قدر حاله يعني. لكن سبحان الله ستلاحظ أن هؤلاء الذين كانوا بهذه الصورة، لكن بعد فترة ستجد أن والله هذا الأمي أنتج لنا 10 متعلمين وخرج إلى المجتمع فئة تستطيع أن تعمل. صحيح. الحاصل أنه والله هذا الذي تعلم وتخرج ودخل إلى المجتمعات ما شاء الله وانتسب، للأسف الشديد ينقطع بنسبة كبيرة، ما دار لكن بنسبة كبيرة لا يحمل هم مجتمعي. نحن عندنا الآن رموز وعندنا واجهات وعندنا تبارك الله يعني شخصيات لها وزنها في العالم الإسلامي، لكن هل والله هنالك من حمل هم القضية اللي جعلها رقم واحد عنده؟ أبدا، ستجدها للأسف الشديد. بل هنا خلينا نكون هل هم معذورون شرعا؟ ليسوا معذورين. نعم، ليسوا هذه الجزئية للأسف الشديد. خليني أقول إنه بعضهم يتصور بأنه والله أن يخرج من ربقته الوطنية ليعيش حالة أممية يظن هذه إيجابية. بالعكس، الكثير من الناس سينظروا إليك بأنه والله إن كان حسنا لحسن على أهله. نعم، مش كده؟ صحيح. ولا على أقربائه وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنا لا يمكن أن أعيش حالة أمة وأنا لا أعيش حالة وطني وحالة شعبي وحالة تجعل الآخرين يتحركون لمجتمعك والآخرين يتحركون لقضاياك. هذه على كل واحدة من الإيش. فهنا تكمن المشكلة. يعني الآباء جزاهم الله خير بذلوا، اجتهدوا، ناضلوا، أتوا بوطن، علموا أبناء، المهم في النهاية ورثونا أرض الآن موجودة، وهذه الأرض اسمها إريتري. لكن لو جئنا فعلا إلى البنية الجديدة، القوة الحديثة لم تكن بمستوى الحدث، ولم تكن أسف الشديد لا على في كل المجالات. لا أريد أن أقول في مجال، يعني على المجال الاقتصادي ستجد فيه إشكالات كبيرة جدا. لا تكاد تجد مثلا مجموعة تجمعها حالة اقتصادية واحدة وشركة ويستطيع أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض ليعودوا أيضا بخيرهم على ذويهم وعلى مجتمعاتهم. ما تجد هذا الكلام. على مستوى الحالة الأكاديمية كما تفضلت لا توجد نماذج فعلا يمكن اليوم أن يشار إليها بالبنان. يعني آخر تجربة يمكن عشناها كتجربة إلى حد كبير في مرحلة التحرير هي تجربة جهاز التعليم الأريتري الذي كان مساهما بنسبة كبيرة جدا، طبع مناهج وكذا، والمهم استطاع أن يؤثر في الحالة بالذات الحالة العربية إن صح التعبير في إريتري والإسلامية. كان جهاز التعليم الأريتري الذي أسسه محمود سبي عليه رحمة الله ومن قبل أخوه عثمان صالح سبي رحمه الله جميعا. هذا الجهاز إلى حد كبير إلى أن ورثه النظام وقتله بطبيعة الحال، لكن كان
يعني يستند على قاعدة طلابية ضخمة يا جدا، سلام. وساهم في الكثير من يا الطلاب سلام. الذين ذهبوا إلى الجامعة. هذا أنا كنت متابع. وتعلموا من هذا الجهاز، تعلموا واستفادوا. استفادوا كثيرا، نعم. استفادوا كثيرا وتعلموا وذهبوا إلى البلدان العربية بشكل كبير. إلى في التسعينات استلمه نثمن النظام هذه الأسد. الجهود. نعم، نثمن هذه حقيقة الجهود يعني كان ونترحم جهود. على كل مسلم ومسلم. نعم. الجهود الأخرى حقيقة هي جهود في سياقات على كل دون المستوى المطلوب كما تفضلت، خاصة هنالك الآن مثلا بعض المؤسسات التعليمية، مؤسسات تحفيظ القرآن الكريم، المعاهد الشرعية سواء في شرق السودان أو في غيرها من المناطق، هذا أيضا استطاعت أن تنتج، لكن كما تفضلت لازلنا عندنا حلقة مفقودة. وخصوصا هنالك إشكالية كبيرة جدا في إريتريا، بعيد عن الإشكال السياسي، خلينا أسمع إشكالات السياسة دي قضية يعني تبحث خارج هذا عندنا الإشكال التعليمي في إريتريا إشكال حقيقي. يعني مثلا لا توجد دولة مثل إريتريا الآن لا توجد فيها جامعة اسمها جامعة إريتريا، الله المستعان مثلا يعني أو حالة الجامعة مزقت لتكون مع كليات. الأسف. ففي هذا الوقت الآن هل يتداعى التجار ورجال الأعمال مثلا ليسبقوا ويقوم بمبادرة تعالج هذا الإشكال؟ لأنه الإصلاح يبدأ يا شيخ برهان، الإصلاح يبدأ من تغيير حالة الإنسان، اللي هو قضية الوعي. الموضوع عنده شعوب يا شيخ حسن. يعني نحن الأنظمة إذا كانت تعبانة فما دور الشعوب؟ صحيح، ما دور الشعوب الذي فيه كما تفضلت رجال أعمال وفيه كذا. رسالتكم حول الشاب الإريتري والشابة الإريترية في هذا الموضوع، يعني لو قارنا مثلا تجد أن الصبي الفلسطيني. نعم صحيح صحيح كنت داير أقول هذا الكلام. يعني نفس الشعب الفلسطيني يمر بنكبات ومآسي و75 إلى 80 سنة. نعم. ولا زال الهوية عنده خط أحمر. سبحان الله تجده جزء من مجتمعات أخرى ويتجنس ويعمل كل شيء، لكن بالنسبة له القضية الفلسطينية خط أحمر ما قابل. فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. أيوة، ويعود يقول عنده خطة استراتيجية أنه إذا أصبح دكتور أو إذا أصبح مهما بلغ في العلم عودته إلى بلاده شيء أساسي. خدمته لبلاده شيء أساسي. أين نحن من هذا كإريتريين وإريتريات؟ هل في خطتنا الاستراتيجية وفي مستقبلنا وفي رؤيتنا هل لدينا هذا؟ هل نحن معذورين شرعا أصلا؟ أنا ما لي دخل، خلاص أنا أصبحت ألمانيا أو أمريكيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى فلا لي دخل في إريتريا. هل هذا معذور شرعا؟ هو ولا خلينا نعود إلى عجلة الحالة البشرية كيف تتفاعل الآن. يعني مخطئ من يتصور بأنه من حمل الجواز الأمريكي فكتأمرك وانتهى الملف. الآن مجتمعات تعج بمتغيرات هائلة، وما معروف الذي سيثبت في هذه المجتمعات أم الذي ستلفظ هذه المجتمعات أو يلفظها، مش معروف. يعني لو جيت الآن لحالة المسلمين في أوروبا قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل هي نفس حالة أبدا اليوم؟ يعني كم من الذين يفكرون في مغادرة أوروبا الآن؟ كم من حالة الاحتشاد اللي هو ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تمر، ظاهرة الإلحاد التي تفرض فرضا، ظاهرة المثلية التي تفرض فرضا، ظاهرة التفكك الأسري. هل تتصور بأن والله المكون المسلم في أوروبا وأمريكا وكندا إما أنه سيفرض واقعا على هذه المجتمعات يجبرها إجبارا على احترام خصوصياته، وإما أنه سيغادر أو أنه سيندمج، ما في خيار آخر. فبالتالي التصور بأنه والله أنا خلاص إريتري هذا أرميها بحجر، للأسف الشديد. يعني مثلا نحن في السابق كان كثير من الإريتريين يعيشون في كمخيمات لاجئين موجودة في السودان، وكان الناس تصور بأنه والله السودان هو المأوى الذي لا يمس، أليس كذلك؟ ماذا تعاني السودان الآن؟ كان بعضهم يتصور بأنه والله ماشي إثيوبيا، كيف تعيش إثيوبيا الآن؟ إذن الصورة بتاعت إنه أنا خلاص والله وطني الأصلي هذا الذي خرجت منه وحملت جواز آخر وحملت جنسية أخرى سيكون هذا هو الحل النهائي. هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الأسف الشديد. النعمة ربما لا تدوم. النعمة لا تدوم على أحسن، والأيام دول. يعني أنا أذكر أحد الدعاة المشايخ رحمه الله كان يقول لي في فترة من الفترات كنا ننتظر، يقول لي على السواحل الغربية للبحر الأحمر كنا ننتظر سفينة العسل التي تأتي مصوى. تصور يعني يوم من الأيام كان الواقع في جزيرة العرب ينتظر ما تجود به المنطقة الأخرى غرب البحر الأحمر. فأنت الحياة تتقلب، بعد فترة أنت اللي حتأتي إليه وهكذا. فالشاهد إنه والله أن الله سبحانه وتعالى منحك أرض، منحك جغرافيا، منحك تاريخ، منحك هوية، منحك الشعب تنتسب إليه. أقلها ما تفعله إنه والله اعتبر هذه جزء من الدين الذي
ما أنت في نهاية المطاف ستجد في محطة من محطاتك استخدمت الميم هذا الكرت، كرت أنك أنت إيه تنتسب إلى هذا البلد وتنتسب إلى هذا الشعب، إما أنك درست على حسابه أو خرجت لمنحة على حسابه أو ساهم هذا المجتمع، على كل أنت استخرجت وثيقة من وثائق، المهم استفدت في محطة من المحطات. إذا والله هذا المجتمع له عليك دين لا بد أن تكافئه. وبالتالي كما تفضل آباؤك وأجدادك منهم، أنت أصولك منهم، صحيح، حتى لو لم يقدم لك ولا دينارا واحدا، فهم خلاص هؤلاء منك ومنك وإليك، يعني لابد أن. وبالتالي كما تفضلت نحن الآن ما يمكن أن نقوله للشاب والشابة هو أن والله طبيعة أن الإنسان يبحث عن ما يسعده في هذه الحياة وما يريحه، ولا يكون إنسان مثلا مكفوف في صندوق معين، لكن عليه أيضا أن يضع رؤية البيئة التي ينتسب إليها، وأنها والله تطالبه بحقوق وتطالبه كذلك بواجبات. هذه الواجبات لابد أن على الأقل يعطيها نسبة من تفكيره، نسبة صحيح. من جهوده، طيب. نسبة من ماله. أحسنتم، جزاكم الله خير شيخ حسن. فيما يتعلق بتفاعل الأمم مع القضية الفلسطينية، نجد مثلا الجمهوريات الإسلامية تفاعلت، نعم. كادوا أن يقتلوا الذين نزلوا في المطار، وكذلك وجدنا الكثير من الشعوب تظاهرت في أوروبا، وأيضا الشعوب العربية في كل بلد تقريبا تظاهروا، لكن لم نسمع مظاهرات من داخل إريتريا لهذا الموضوع، وكذلك لم نسمع أيضا من داخل أثيوبيا لهذا الملف الفلسطيني. برأيكم ما السبب؟ للأسف الشديد أول جزء كبير من الإشكال هنا يقع إلى إما طبيعة نظم سياسية أصلا لا تسمح بأي شكل من أشكال التظاهر، سواء لأسباب داخلية أو خارجية، لأنك إن تظاهرت لأسباب في الخارج ستتظاهر لأسباب في الداخل، فملف التظاهر يكون ملف إيه؟ مغلق. ملف مغلق. جميل. دي في الحالة الإريترية قد تكون مقبولة، لكن خلينا نقول والله في الحالة الإثيوبية أنا في رأيي حتى هذه اللحظة قد ما تكون مقبولة، لأن هوامش الحريات وطبيعة المؤسسات وطبيعة الوعي الذي يتشكل وطبيعة التفاعل عموما في أثيوبيا حاليا أفضل بكثير من الحالة إيه في إريتريا، ولكن يبدو والله أعلم نفس الصورة النمطية القديمة المعروفة إنه والله ما في مظاهرات ما في كذا، يبدو لا زالت إيه لا زالت سائدة، لكن هي تحتاج على كل، لأنه سبحان الله من الأشياء المهمة جدا التي تصنع وعي الأمة، تصنع ذاكرتها، تصنع انتمائها، تصنع هويتها، إنه والله شعورها بإخوانها يعني الآخرين. الشعب الإثيوبي يعني نكن له كل الاحترام والتقدير من ها هنا، لما مس ببعض المقدسات من المساجد وغيرها وتم هدمه تظاهروا وخرجوا وأنكروا. الآن البيت المقدس في خطر شديد، ومن أجله الناس بلغوا 10,000 مقاتل. لا يحرك هذا إذا أنتم كما أنكم تظاهرتم في مسألة هدم مجموعة من المساجد، فأين دوركم في بيت المقدس الأقصى وإخوانكم المسلمين الذين يذبحون؟ ماذا يكون؟ هو على كل يعني نحن برضو حتى لا نحمل إخواننا زي ما تفضلت المسلمين في أثيوبيا أكثر من اللازم. سيأتينا سؤال كبير: أين الشعب المصري؟ أين الشعب الأردني؟ أين الشعب السوداني؟ أين شعوب الخليج العربية؟ يعني حتى في التظاهر وحجم التظاهر قدم ما بوسعهم، يعني على الأقل المصريون احتشدوا على معبر رفح، والله يا أخي شوف، المصريين وقفوا أمام سفارة المصريين لو أن من هذا المنبر نقول لو أن شيخ الأزهر فقط ليس معه أحد، بس يتحرك ومعه 2 أو 3 من السكرتارية وذهب إلى المعبر، لا أحد يستطيع أن يقف أمامه. نحن محتاجين حقيقة إلى تفاعل أكبر من قضية إنه إيش 20 أو 30 شخص يتفاعلوا ويتظاهروا أمام. يعني أنا في رأيي حتى هذه اللحظة معبر رفح وما يجري فيه جريمة لا تقل عن جريمة القتل التي يمارسها الكيان الصهيوني والعياذ. يعني إذا كان والله الصهاينة اعتبروا الشعب الفلسطيني أعدائهم فيقتلونهم ويحاصرونهم، فما هو يعني دورنا نحن؟ عندنا معبر، أقل شيء والله خلينا نقول يا رب والله لم نحاصرهم مع اليهود، بس فتحنا لهم المعبر لجرحاهم، للمواد، لإمدادات، حتى سبحان الله ما يدخل الآن صار من معبر رفح تتحكم فيه كذلك التفتيش وتتحكم فيه الكيان الصهيوني، وما دخل كذلك لم يكن بالمستوى المطلوب. يعني أتكلم يا شيخ حسن في المتاح. أيوة، فأنا هل هناك صعب أن الشعب الأثيوبي أو الشعب الإريتري يخرج فيقول يعني نشجب وننكر ونحن مع إخواننا الفلسطينيين، أو على الأقل يقول نحن مع العدالة مع الإنسانية لا نقبل بقتل الأطفال؟ ليس صعبا. هل هذا صعب؟ ليس صعبا.
وهنا أنا أقول تتحمل هذه الحالة المجموعات التي على رأس المؤسسات الدعوية، المؤسسات الإسلامية، بالضبط. المجالس نعم. العليا في البلدان. وهنا لا نقول إثيوبيا فقط، عندنا الشعب الكيني فيه نسبة كبيرة جدا من الأحرار ومن المسلمين الموجودين، عندنا الشعب الصومالي، عندنا الشعب الجيبوتي، يعني منطقة القرن الأفريقي هذه اللي فيها ما لا يقل عن 220 مليون شخص. يعني حتى السودان أنا في رأيي ليس مع فيه، إذا اعتبرنا الخرطوم والله ساحة معركة لكن بقية الولايات لم نسمع فعلا بمسيرات ومظاهرات وكذا، وكل ممكن يقول لك والله مشغول بنفسه. لكن فعلا الحالة في إثيوبيا على وجه التحديد كان الناس تتوقع أن ممكن يكون الحالة أكبر. وأيضا بالنسبة للحالة الأريترية خلينا برضو نقول والله يا أخي كان يمكن أن يعبر عن المشاعر الإيجابية، وهذه في مناطق أخرى أيضا. بالضبط. يعني بس ليس في إريتريا. يعني إن عذرنا من في الداخل فما دور الذين في الخارج. أيوة، كان يمكن أن تذهب عدد من المجموعات وتتظاهر وتعبر عن رأيها وتحمل لافتاتها هنا طبعا حتى لا نقمط حقيقة الأحزاب المعارضة يا شيخ. نعم، الأحزاب المعارضة حقيقة يعني إخواننا في المجلس الوطني طلعوا بيان واضح ويدين فيه ويشجب ويستنكروا الأحداث الموجودة في غزة ويعبروا عن ما يجري منها. أيضا بصورة واضحة قد تكون هنا رابطة علماء أريتريا أيضا من الروابط المتقدمة على الأقل في ما يتعلق بالوقوف مع الهيئات العلمائية، التحرك مع الوفود سواء داخل تركيا أو خارج تركيا. كذلك البيانات التي خرجت يمكن اشتركت بنسبة كبيرة فيها. فهنا على كل أيضا حضور إلى حد، لكن لازم وأيضا الحمد لله حسب علمي أيضا الجالية في تركيا أيضا يعني قدمت ما يمكن أن تقدمه بحسب عددها وحسب وضعها استطاعت أن تقدم. لكن أنا أقول حتى هذه اللحظة الأمر دون المستوى المطلوب، لا على مستوى التفاعل السياسي، التفاعل بالمظاهرات، الاحتشاد مع الجاليات الأخرى، أيضا تقديم ما يمكن تقديمه. وخاصة من هذا المنبر أنا أناشد الجاليات الإسلامية الكبرى اللي عندنا فيها أوزان كبيرة جدا من الناحية المالية والبشرية، وكذلك المنظمات الخيرية التي أيضا تنتسب إلى الحالة الإريترية، لا بد أن تسجل حضور في هذه القضية التي تعتبر الآن قضية كبيرة ومهمة جدا، والتفاعل من خلالها سيكون له إن شاء الله أيضا أشياء خيرة وإيجابية لصالح قضيتنا أيضا. بارك الله فيكم شيخ حسن، أفدتم وأجدتم، أحسن الله إليكم. أرجو أن يكون الشعب الإريتري والشاب الإريتري والشابة الإريترية قد استفادوا من هذه الحلقة. والحديث مشاهدي الأكارم ذو سجون، فقضية الهوية الإريترية قضية كبرى. أنا أذكر إحدى الأخوات الفضليات لا يحضرني اسمها اليوم، قد قامت بمعرض صغير أتت ببعض الصور والقرائط وبعض ما يعبر عن القبائل الإريترية التي يعني متواجدة في داخل إريتريا. قامت بهذا المعرض لتعرف الطفل الإريتري والطفلة الإريترية بلده وتراثه وثرواته. كان المعرض جدا جميل. أرجو من أصحاب الهمة العالية مثل هذه الأخت الفاضلة التي قامت بهذا أن تكون هناك أيضا عدة معارض وعدة مبادرات وأنشطة. كذلك كنا نريد أن نتحدث مع الشيخ عن الموهوبين الإريتريين الموجودين في الساحة. هناك موهوبون كثر حقيقة الذين برزوا في جانب التعليمي سواء كان في أي مجال شرعي أو جانب أكاديمي تجريبي. هناك أيضا من قدم بعض الأفكار وبعض الأمور لكنها في الحقيقة تنسب لغير الإريتريين مع الأسف، باعتبار أن الإريتريين يعملون تحت هذه المنظمات. فانخرط الإريتريون في هذه المنظمات الكبرى ويعني واندثرت هذه الجهود وهذه المواهب تحت هذه المنظمات مع الأسف، في حين المفترض أن تعود إلى إريتريا. على كل حال إريتريا أمانة في رقابنا، لا بد لنا أن نري الله من أنفسنا ما يعيد بلدنا سواء في الداخل أو في الخارج. مشاهدي الأكارم، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل والشكر الموصول فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.